المغاربه هنا بيتعاملوا معامله الملوك، يعني اغلب الشعب الايفواري ما بقاش لابس التيشيرتات بتاعه منتخب كوت ديفوار، لا لابسين تيشيرتات منتخب المغرب. واعتقد ان اللي هيقابل المغرب هيعاني معاناه شديده جدا، لان حتى من خلال اللي احنا شفناه في ملعب لوران بوكو، الملعب اللي بيبتعد عن مقر اقامه منتخبنا الوطني ايضا مده لا تتخطى الثلث ساعه، وهو ملعب مسمى على اسم اسطوره كوت ديفوار السابق لوران بوكو، ثاني الهدافين التاريخيين للكان ب 14 هدف بعد طبعا صامويل ايتو ب 18 هدف. لكن الكل بيخشى مواجهه المغاربه في الوقت الحالي، لان الايفواريين بعدما انتهت نتيجه لقاء المغرب وزامبيا بتفوق المغاربه وتاهل منتخب كوت ديفوار، اصبح الشعب الايفواري يعني بيتعاطف مع المغاربه بشكل لا تتخيله. واي مغربي يعني يمكن احنا حتى اول ما جينا فندق الاقامه كانوا جايين يحضنونا ويسلموا علينا على اننا مغاربه، لكن قلنا لهم